السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. فعلوا زر الجرس وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. دير سبسكرايب لايك كومنتار باش يوصلك أي جديد، ونبداو القصة. قصتنا اليوم: العين اللي دخلت للعالم الآخر. العين اللي تحلات في العالم الآخر. في واحد الدوار صغيرة من سيبان الجبال كان كاين واحد المكان كيعيطوا له الناس الخربة. الناس كيكبروا وكيشيخوا وهما كيتفاداو ويدوزو من حداه مع الغروب. السبب حيت هذاك المكان ماشي ديال البشر. انا واحد الشاب سميتي محمد، وكنت ديما كنضحك على هاد الهضره، كنقول غير الخرافات ديال الشيوخ حتى جا داك النهار اللي بدل حياتي للابد. الجزء الاول من القصه: الباب اللي ما خاصوش يتحل. كنت راجع من الخدمه مع المغرب، والطريق قصيره كدوز من حدا الخرب. الضو ديال الشمس بدا كيموت، والبرد بدا كيدخل العظام بلا سبب. سمعت خطوات ورايا، وقفات، دورت راسي، ما كان حتى شي واحد. كملت وفجأة شفت باب حديدي مصدي وسط الأرض، ما عمري شفتو من قبل. كان مفتوح شوية شوية من الداخل، خارج ريحة العفن ودم بارد. سمعت صوت مهموس: دخل، راه غير شوية يا محمد وغادي تشوف الحقيقة. ما عرفت كيفاش، ولكن رجلي تحركوا بوحدهم. ودخلت. منين دازت رجلي من الباب الضو اختفى. وهنا غنبداو في عالم الجن. منين دازت رجليا من الباب الضو اختفى. لقيت راسي في واحد المكان واسع، سماء سوداء وارض كتحرك بحال الحب. مخلوقات طوال، عينيهم كبار، وجوههم ماشي بشريه. شي منهم عندهم قرون، عندهم اجنحه محترقه. واحد فيهم قرب وقال بواحد الصوت كيجرح الاذن: مرحبا بك، هذه بلادنا وانت دخلتي بلا اذن. حاولت نهرب، ولكن الارض شدت رجليا. سمعت صراخ غوات ديال البشر بحالي، رجال، نساء، دراري صغار، شباب، شيوخ. قال لي واحد منهم: كل واحد كيدخل هنا كيبقى الى عطانا بلاصتو. الجزء الثالث اللي هو الثمن: جابوا قدامي مرايه كحله، شفت فيها ناس من دوار ديالي. واحد مات فجأة، وحدة تسرعات، واحد هرب وما رجعش. قال كبيرهم: هادو دخلوا قبل منك وبقاو هنا بأرواحهم. طلبوا مني نختار، يا إما نبقى معاهم يا إما نرجع، ولكن خلي شخص آخر بلاصتي. صرخت، بكيت، ذكرت الله بكل ما كنعرف. قريت القرآن، قريت آية الكرسي، طلبت الله السماحة، طلبت من الله السماحة وطلبت منهم السماحة. والأصوات زادت، والحيطان بدات كتقرب. وفجأة سمعت أحسن صوت، سمعت صوت الأذان، أذان صلاة الفجر. الجزء الرابع من القصة: الرجوع أو اللعنة. فتحت عيني، لقيت راسي مطروح حدا الخربة. الفجر طالع وكنت كنترعد. مشيت للدوار، ولكن شي حاجة غريبة كيشوفوها فيا الناس. واحد الشيخ شدني وقال: راك رجعتي، ولكن ماشي بوحدك محمد. ومن داك النهار كل ليلة مع 3 ديال الصباح كنسمع نفس الصوت: دورك باقي ما سالاش. العبرة: عالم الجن هو عالم حقيقي، ولكن ماشي كل ما هو خفي آمن. كاين أبواب اللي تحلات ما كتسدش. ونصيحة للمتابعين: ما تلعبوش بالأماكن المهجورة، وديما ذكروا الله، حيت كاين شي عوالم إلا شافتك ما كتخليكش تنساهم. نكملوا القصة. الجزء الخامس من القصة اللي كيسكن معايا دابا: دخلنا للظلام الحقيقي. من نهار قال لي الشيخ: راك رجعتي، ولكن ماشي بوحدك. وانا كنحس بواحد كيشوف بعينيا. كنفيق في الليل وكنلقى رجلي معلقين في الهواء، وصوت كيهضر من فمي وانا ساكت. شفت مرة شفت في المراية وجهي ما كانش بوحدو، عين ثالثة محلولة في جبيني كضحك. سمعت الصوت: انا غير ضيف وانت ضاري. الجزء السادس: كتاب العهد. مشيت عند فقيه معروف في المنطقة. مني شافني تقلب لون وجهه وقال: راك معقود بعهد قديم. خرج كتاب جلده أسود مكتوب بدم ناشف. فتح صفحة فيها سميتي واسم أمي. قال لي: الجن كتبوه من نهار دخلتي الخربة، راه اختاروك وسيط بينهم وبين البشر. فجأة طفى الضوء، وتسمعوا أصوات كتقول: إلا خنتينا نمسحوك من الدنيا. الجزء السابع من القصة: العبور الثاني. في ليلة مظلمة تلاقيت حلم ماشي بحال كاع الأحلام. كنت واقف قدام نفس الباب المصدي، ولكن هاد المرة كان الباب مسدود. قال الصوت:
خاصك ترجع بإرادتك. منين لمست الباب تحل الباب بعنف. دخلت لعالم الجن الثاني ولكن كان أسوأ. شفت أطفال بشر مربوطين بسلاسل، شفت الناس كيصليو ولكن لغير الله. قال كبيرهم دابا ولات عندك القوة تشوفنا ولكن الثمن راه قرب. الجزء الثامن من القصة، النهاية اللي ما كتساليش. رجعت للفجر ولكن جسدي كان ضعيف، نصف الدوار بداو كيمرضى بواحد بواحد. عرفت الحقيقة، الجن كيتغداو على الخوف وانا كنت الباب. مشيت للخربة آخر مرة، حفرت حفرة، دفنت الكتاب وقريت القرآن حتى طلعت الشمس. سمعت غواشي عويل ولكن شي حاجة كتحرك. دابا أنا حي، ولكن لكل واحد كيقرا هاد القصة راه شي واحد من داك العالم قريب ليه بزاف. العبرة من القصة كاين عوالم إلا عرفاتك عمرك غادي ترجع إنسان عادي. نصيحة قصيرة للمتابعين، حصنوا راسكم بذكر الله وما تمشيوش ورا الفضول، حيتاش ماشي كل باب خاصو يتحل، وماشي اي حاجه درتي فيها الفضول راه مزيانه. راه بعض المرات الفضول كيديك لشي حوايج اللي كتكون النهايه ديالهم صعيبه بزاف. كنتمنى القصه تنال اعجابكم. دعموني بسبسكرايب، لايك، كومنتير، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد. تحياتي، تهلاو. كما ونصليو على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله.